السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعد، وإن شاء الله النهاردة معادنا مع الدرس أو الفصل العاشر من كتاب A.J. Hogg، وإن شاء الله النهاردة مكملين مع القاعدة الثانية من السبع قواعد بتوع A.J. Hogg إن شاء الله. والقاعدة بتاع النهاردة هو بيقول لك ما تحاولش تذاكر قواعد، لأن القواعد بتقتل تحدثك باللغة الإنجليزية. ليه مذاكرة القواعد بتقتل تحدثك؟ الفكرة كلها إنك لما تيجي تتكلم مع حد بتحاول تقف عند كل جملة عشان تحللها وتشوف اللي انت هتقوله ده صح ولا لا. يعني مثلا هديك مثال I'm going to the market. الجملة دي انت لو عايز تقولها بتقعد تفكر كده، لو انت بتذاكر فعلا بتدقق في القواعد بتقعد تفكر كده اللي هو I'm going to ولا I go، طب to the market ولا in the market، ولا ايه الصح بالظبط في السياق ده. نرجع تاني خالص للمبدأ الاولاني بتاع A.J. Hogg، وهو انه عايز يعلمك اللغة كطفل صغير. الطفل الصغير مش بيتعلم قواعد، هو كل ما في الموضوع هو بيفضل يسمع اللغة بدون ما يفكر في أي حاجة، وهو تلقائيا كده بقى بيعرف المستقبل من المضارع من الماضي. كل الحاجات ديتي بتتعرض عليه وهو بيبدأ يميز ما بينهم تدريجيا ومع الوقت. فبالتالي ان انت كل اللي انت محتاجه انك تنطلق وتتكلم. ولو فاكر القاعدة الأولى اللي احنا اتكلمنا عنها انك لما تحفظ جمل هتزيد عندك من موضوع الطلاقة، فكل المطلوب منك هو الاستماع المكثف، انك تسمع كتير وتكرر، مش مجرد بس انك بتسمع وخلاص. هو دلوقتي ان انت محتاج تسمع، فكتر السماع وكتر تعرضك للغة بتفهم كده بشكل لا واعي القواعد. مش لازم تقعد تجيب قاعدة او تذاكر القاعدة ديتي وتقول ده بيجي بعد كذا وده بعد كذا، ده ما بينفعش في المحادثة اليومية، مفيش وقت انك تفكر اصلا. لكن طبعا لو بتذاكر الكتابة يعني موضوع اسهل من كده بشوية، بسبب انك ممكن تقف عند كل جملة بتقولها وتقعد تفكر طب انا اقول كذا ولا اقول كذا. بيقول لك ان المتحدثين الاصليين هم ما يعرفوش الفرق اصلا، لكن في موضوع الكتابة ممكن المتحدث الاصلي نفسه يفكر ويقعد يقول طب انا اقول كذا ولا ايه الصح بالظبط اللي يتقال في الحاجة الفلانية. الكلام ده في الكتابة، لكن في الكلام مفيش وقت للتفكير ومفيش وقت للتدقيق كل ده. اكرر تاني واقول لك ان انت محتاج تعرض نفسك لمصادر طبيعية للغة، زي انك تسمع لبودكاست، تسمع لمحادثة يومية مع الاتنين بيتكلموا مثلا، وتحاول تقلد واحد منهم كأنك انت اللي بتتكلم بالظبط، من ناحية استخدام الكلمات، من ناحية انك تقول الجملة زي ما هي بنطقها الصحيح. وده فيما بعد ان شاء الله هيحاول يبني عندك كده اساس في القواعد، بمعنى انك يعني مش هتبقى عامل كده زي النيتيف بالظبط، مش عارف الفرق ما بين المضارع والماضي، لكن بتعرف كده تحسها شوية. ازاي تحسها شوية؟ انك يعني بتقول ايه المعنى مش راكب هنا والله. يعني لما تسمع مثلا جملة غلط ولا حاجة ان انت هتحس ان في حاجة غلط فعلا، وده نفس النيتيف بيعمله، وده نفس الطفل بيعمله وهو لما كان صغير وبيبدأ تدريجي يسمع. فانت هتبدأ كده يبقى عندك احساس باللغة، وعارف ان الجملة ديتي ما ينفعش تتقال هنا، الصح انها تتقال كذا. ليه؟ مش مهم تعرف ليه، لكن هتعرف الصح ايه هو بالظبط. طبعا فيما بعد يعني اللي انا بقوله لك ده فيما بعد انت ممكن تدرس القواعد، لكن بعد ما تتعلم بالطريقه دي. لو انت عاوز مثلا تدرس عشان بشكل اكاديمي لاي سبب من الاسباب، ممكن فيما بعد تدرس القواعد، لكن هي دي الطريقه الفعاله انك يعني تعرض نفسك للغة وتسمع أكتر وتكرر وتحاول تقلد. تعلم القواعد يعني هو عاوزه يخليه زي ما تكون كأنك طفل. يعني بيقولك جرب الطريقة ديت لمدة 6 شهور. انت جربت قبل كده طرق كتير في حياتك وجربت تتعلم قواعد، بتعرف تتكلم ما بتعرفش تتكلم، ودليل انك بتتفرج على الفيديو ده دليل انك لسه بتقرأ الكتاب بتاعه. ادي لنفسك فرصة 6 شهور انك تجرب السيستم بتاع A.J. Hogg، وهو انك تسمع وتعرض نفسك للغة بشكل يومي، تسمع وتكرر وتقلد. هتلاقي نفسك ان شاء الله اكتسبت اللغة زي ما حد نيتيف بيتعلم القواعد وزي ما الطفل بيتعلم. بس كده، وده كان الفيديو بتاع النهارده، وان شاء الله مكملين في السلسلة دي لحد ما نخلص الكتاب. وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.